السلام عليكم متابعين، كنتمنى تكونوا بصحه جيده وانتم كتبعوا هذا الفيديو. اليوم غادي نقدم لكم ايس كريم او كلاص بمكونات بسيطه. عندنا هنايا كنحتاجوا كريم شونتي، كنحتاجوا هاد نيسلي الحليب المركز، كنحتاجوا هنا اوريو. بالنسبه للنيسلي تقدروا ديروا النيسلي ديال الحليب، انا اختاريت الكراميل. هنايا عندنا لي فلون كنحتاجوا الفريز، الكراميل والشوكولات، وعندنا جوج ديال البيرلي والحليب. ندوزو الطريقه دابا. هنا كندير كريم شونتيي الاولى، كنبدا بها، ندوزها بالطراب مزيان حتى كتطلع. من بعد ما طلعت لينا ولات بهذا الشكل هذا، دابا غادي نضيف ليها المكونات. غادي نضيف ليها البيرلي، جوج ديال البيرلي. انا اختاريت بيرلي حيت كيجي لذيذ، تقدروا تبدلوه باي شكل بغيتو، ممكن يبقى اختيار ديالكم نتوما. هنا ضفت الحليب المركز نيسلي بالكراميل. تقدروا ديروا الحليب، انا اختاريت الكراميل حيت كيعجبني المذاق ديالو. تقدروا ديروا الحليب حتى هو كيجي زوين. وكنطرب هادشي مزيان حتى كيندمج اللون. من بعد ما كملت هنايا كنقسمهم لثلاث اجزاء، يعني كل جزء ندير ليه اللون ديالو. كنبدا هنايا بالشوكولات، غادي نضيف عليه قطع ديال الشوكولات. تقدروا تستغنوا على هذه الطريقه هذه. انا جاتني في بالي بغيت نضيفها، يعني تقدري انت ما ديريش هذه الطريقه، يعني غير الفلون راه كافي، يعني على حسب الاختيار ديالكم نتوما. كنختاروا اي مول بغيتو. انا اختاريت هذا المول. اي مول بغيتو ديروا، المهم كيبقى داكشي اختيار ديالكم. من بعد غادي ندوز الفلون ديال الفريز او النكهه ديال الفريز. هنايا ضفت شويه ديال الملون باش يزيد داك اللون ديالو الاحمر. هنايا كنضيف القطع ديال الفريز. قبل ما نضيفوا الطبقه الثانيه، الطبقه الاولى خصكم ديروها في المجمد، تشد راسها مزيان. من بعد تقدروا تكملوا، يعني ضروري خصها تشد راسها.
وكذلك الطبقه الثانيه هي خصها تشد راسها مزيان. عاد نضيفوا الطبقه الثالثه اللي هي الاخيره. هنايا راه شدت راسها. من بعد غنكمل الطبقه الاخيره اللي هي ديال الكراميل، وهنا غنضيف ليها الاوريو. ممكن تضيفوا اي نوع من البسكويت اللي بغيتو. انا تعجبني اوريو وجمع مذاق ديال الكراميل جمعه زوين. هنايا من بعد ما جمدت نزوقها بالشكل اللي بغيت. انا ضفت لها هنايا الشوكولاط السائل وسيجار، وكنتمنى يعجبكم الشكل، وما تنساوش تخليوا لي لايك، وكنتمنى يعجبكم الفيديو.